نزلت بوست على الصفحة بقول فيه ازاي تضيف الشيت يمشي بنفس الترقيم بالاي اي، وازاي تغير الالوان العناصر في الريفت، ازاي تحسب حجم الحوائط وبعدين عدد الطوب، ازاي تبحث عن فيو بسرعة اي اي، ازاي تعرف عدد اي عنصر عندك. كل الاسئلة دي تعالوا نشرحها في الفيديو. تقدر تكتب لي في الكومنتات انت عايز تسأل ايه للاي اي، وانا هعمل له فيديو وابعته لك علشان نكتشف الاي اي مع بعض ونعرف نطلع منه اقصى استفادة. يلا بينا تعالوا نشوف هنطبق الكلام دوت ازاي على الريفت. اول حاجة عندنا كانت ازاي نضيف شيت يمشي بنفس الترقيم. فانا جيت هنا اهو، لقيت ان انا عندي مجموعة من الشيتس زي ما انت شايف كده. فانا قررت ان انا اديله نظام تاني مثلا للترقيم، او الاستراكشر بلان مثلا، او الاركتكتشر بلان، اللي هو مثلا ايه اخر حاجة عندي هي اركتكتشر سكادول ايه 601. لا احنا عايزين هنا البلانز، لان البلانز هي واخده 01 02. فيعني السكادول واخد 6، البلانز واخده 1، ده الكود. فلو كده هاخد انا البلانز واقول له ضيف لي 10 شيتات بعد الاي 02. ازاي هقول له الكلام دوت؟ يلا بينا تعالى نشوف. هقول له والله انا عايز، ممكن طبعا تكتب له عربي وانجلش. ممكن نقول له I need to add 10 sheet اهو after A102. تمام. I need to، خلينا بس ايه واضح ان انا add new 10 sheet after، يلا بينا، as a same sequence. خلينا بقى نشوف هو هيعمل ايه دلوقتي، وخطوة خطوة كده مع بعض. I will create a new sheet following the sequence. After A02 the sheet will be number كذا. بس هو كده هنا ايه، بص، استغبى في ايه؟ ان هو راح ضاف الشيت. يعني بص ضافهم ازاي، A و B و C و D و E و F. طب لو انا كنت عايز اخليه اقول له لا 103 104 اقول له. فلو انا عايز دوت هقول له no I need to add like this 102 103 104. بس ممكن نحط له ايه، الاي كده قبليها اهو، ونقول له اوكي. اهو بيقول لي ايه create sheet number A03 A04. ماشي تمام. sheet numbering sequence after كذا. فقال لي تمام، فبدأ يضيف الشيتس دي. طب فين هو ضاف الشيتس دي؟ تعال نبص مع بعض اهو. بص اهو، شايف اهو جابهم ايه بالشكل ده. تقول لي طب ما هو كان قبل كده ضاف بقى فوق. لا، ما انا عدلت له فهو فهم، فراح ما راح شالهم وراح حط مكانهم الايه، الشيتس دي. طبعا حاجه خرافيه وحاجه جميله جدا وهتفيدنا جدا في الشغل. وطبعا التطوير السنين اللي جايه هيكون حاجات طبعا لا يستوعبها عقل. فده طبعا حاجه تحفه. يلا بينا نروح على النقطه الثانيه، وهي كانت النقطه الثانيه ازاي ازاي تغير الالوان في الريفت. فبرضو تعالى كده نشوف ازاي هغير الالوان في الريفت. هقول له الوول اهي،
واخد الوولز دي وابدا اقول ان الوولز دي انا عايز اعمل فيها هغير اللون ده، يعني هغير السمك، اهو، هخلي دي 200 ودي 300 ودي مثلا خليها ايه 150. تمام. فانا النهارده عايز اقول له بقى ايه، اولا عايز اعرف الويتس اوف وول عندي في المشروع، وعايز بعديها تلون كل حيطه مختلفه بلون. طيب هتقولي انا هستفاد من ده بايه؟ هستفاد من دوت ان انا براجع على المشروع، عايز اعرف عندي كام حيطه كذا وعندي كام حيطه كذا، وبعدين لونهم لي، وبعدين خليني اشوفهم، وبعدين اعمل ازاي اللي تشيك. فالحاجات كلها اللي هي الفكريه هتكون قويه جدا، او بتاعه المراجعه هتكون قويه جدا على البرنامج. ازاي نعمل ده؟ كل الموضوع بكل بساطه انك انت هتيجي هنا، نخليها المره دي عربي، يلا بينا عربي. هنقول له ايه؟ عايز اعرف سمك الحوائط في المشروع. فهو طبعا هيروح هنا يدور على الحوائط بتاعتنا. تمام. ممكن ألون كل حائط بلون مختلف للمراجعة. هيبدأ يلون لنا بلون مختلف حسب السمك للمراجعة. اهو راح مدينا 3 الوان، والاصفر طبعا لون ايه مش هيعمينا، بس الراجل كتر الف خيره شغال معاك ايه اكس، يعني اصفر كذا والسيان كذا، وقال لك دي انا لونتها كذا ودي لونتها كذا عشان تبقى انت عارف وتروح تراجع. فالموضوع يعني بجد خطير، يعني خطير خطير خطير. طيب نخش على السؤال اللي بعده. ايه السؤال اللي بعده؟ بيقول ايه السؤال اللي بعده؟ السؤال اللي بعده بيقول لك ازاي تغير ازاي تحسب حجم الحوائط وبعدين عدد الطوب. طبعا هتكتب له عادي، هو عنده حجم، اديله الطوبة اللي انت عايزها، و اديله الطوبة اللي انت عايزها. وطبعا كنا شرحناها قبل كده، بس تعالى هقولها لك بشكل سريع. آم، آه، 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 آه. عدد الطوب في كل حائط. طبعا هيديبند على ايه؟ هتقول لي هو هيحسب الحيطه دي الطوبه دي منين؟ يا اما هيسالك ساحسب عدد الطوب في كل حائط بناء على مقاسات الطوبه اللي انا كنت مديها له فوق على فكره. يعني انا لو طلعت فوق في فيديو، في اول فيديو انا نزلته كنت انا مديها له، فهو خدها من النهارده، انا يوم جديد، هو خدها من اللي انا مديهوله قبل كده. تمام. و20 سم في 10 سم في 5 سم بكذا، راح حسب تك تك تك، راح جاي قال لي ايه 150 في عدد الطوب لكل حائط هو كذا، 200 كذا، واداك قلب يقول لك انا مدلعك. جميل ماشي. فراح قال لك انا عندي حيطين الحيطه دي والحيطه دي 200، فراح حاسبهم وقال لك الاجمالي هو كذا وكذا، فالمجموع التوتال هو كذا. ف 83 ألف طوبة مع إضافة الهالك، والكمية الموصي بيها هي 100 ألف طوبة علشان تنفذ الموضوع. وطبعا تقدر تطلع فوق تعرف الحجم، عدد الطوب فوق قبل لما هو كان بيحسب ده، تعرف الطول بتاع الحيطة والحجم بتاع الحيطة، وتاخد منه البيانات دي وتشيك عليه. فالموضوع مفيش بعد كده. يعني زي ما بقول، الناس بتوع الموديلنج بس ترسم صح، والناس بتاعه الحصر هتتدلع هتتدلع هتتدلع. تمام. يعني كل الموديل لو جاي لك مظبوط، طبعا ما بيكتشفش لو في الموديل اخطاء، بس لو الموديل مظبوط الموضوع هيطلع مظبوط 100%، لان طبعا ده هنا موديل مظبوط ما فيهوش اي مشاكل، فطالع مظبوط. ولو انت خدت الاطوال بتاعتك وحسبت هتطلع الدنيا مظبوطه جدا. لان انا عملت التجربه دي بره يعني.
فتعالوا نبص على السؤال اللي بعد كده. والسؤال اللي بعد كده سؤال جميل جدا، وهو تبحث بقى عن فيو. ده سهل. ازاي تعرف عدد اي عنصر عندك؟ ده برضو سهل. يعني لو انا رحت جبت مجموعة ابواب اهو، او خلينا مثلا نروح في مشروع قائم اهو، في مشروع قائم، وكتبت how many doors اهو، عشان برضو لو اخواتنا الاجانب بيتفرجوا علينا نوصل للعالمية. how many doors in this project. انا مش محتاج اصلا تقول له in this project يعني، وانا كتبت اصلا ان مش عارف ما جاتش مظبوط، هو هيفهمها يعني، هو خلاص هيفهم على طول. اهو قال لك والله انت عندك 40 دور، وكل دور هو 16 دور من ده و16 دور من ده و16 دور من ده. فطبعا تعرف تشيك وتعرف تبص في الكويري اللي جاي لك او الفيندور بقى اللي جاي لك، وتشيك على الابواب وتشيك على التفاصيل وتشيك على كل حاجه. فطبعا ده يعني طبعا تقدر تقول له اعمل لي سيلكت ليهم انت. طب انا مش عارف اعمل سيلكت ليهم، يعني انا عايز اعمل عليهم كلهم سيلكت. can you select it؟ برضو هيروح رايح عامل لك عليهم سيلكت. هتروح انت جاي عشان تعرف تطلعهم I will select. تبص بقى هنا، تفضل مستني هنا يجيب لك 40 دور، تروح جاي انت هنا وعامل له ايه اهو، تقول له select previous اهو عشان العربي. دوست على ال HI ظهرت معايا بالشكل دوت، والحاجة ظاهرة. فطبعا تقدر تبص وتراجع وتشوف التفاصيل بتاعتك بشكل مظبوط. كل الأسئلة اللي أنا نزلتها على الصفحة هينزل لكم فيها الفيديو دوت. وطبعا تقدروا تكتبوا لي ايه الأسئلة اللي انتوا عايزين تشوفوها وتجربوها على ال AI Revit 27، ونبدأ نشوف دوت. وانتظروا الفيديو القادم ان شاء الله بالابديتس الجديدة اللي موجودة كلها في ريفت 27، لان بجد في تفاصيل كتيرة جدا. ده غير ان شاء الله بحضر لكم ازاي الناس اللي بتشتغل على ريفت 24 ازاي تستخدم الاي اي. الكلام دوت بالفعل انا شغال عليه وبعمله في شغلي، وحابب طبعا اشاركه معاكم. فاتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. مستني اسمع رايكم وتشجيعكم والكومنتات بتاعتكم علشان نكتشف مع بعض كل جديد في عالم الاي اي مع البي اي ام. شكرا لكم.